أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة التي دعانا إليها المولى عز وجل وحثنا عليها رسوله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها الحياة الفانية حياة الدنيا، وإنما هي الحياة التي يطمع فيها كل راج عفو الله ومغفرته، وهي الحياة الحقيقية وهي الدار الآخرة كما أخبرنا جل في علاه: وما الحياة الدنيا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، بمعنى الحياة الحقيقية هي الآخرة. وإذا كانت الآخرة هي مبتغى كل طالب يريد أن ينجى بنفسه وأهله، المولى عز وجل يدعونا ويقول لنا بأن نسارع إليها، فيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب، ما هي الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي أعدت للمتقين؟ من هم المتقون؟ المولى عز وجل يقول: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه كان له غلام يصب عليه بإبريق ليتوضأ، فالغلام صغير السن والبريق مليان، فطشت يده يمين وشمال بلبلته، قوم لك وشه اتغير. الواد فطن، الواد ذكي، لأنه في مدرسة نبوة ربته هذه المدرسة، فنظر في وجه الإمام الحسن وقال: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. الإمام الحسن قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنه. قال: والله يحب المحسنين. قال له: أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. بهذا الفعل يقابل السيئة بالحسنة. ولذلك المولى عز وجل يقول لنا: ادفع بالسيئة الحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق قاطع في الصداقة معك. ويبين أن الذي يتلقاها والذي يفوز بهذا الخصال وما يلقاها إلا الذين صبروا، لأن الصبر على الطاعة حتى تؤدى وعلى المعصية حتى تجتنب. مين اللي يقدر يصبر؟ الموفق. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، مش صبروا بس، ده محظوظ. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. افرض الشيطان سول لك وملا دماغك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطوف حوالين الكعبة. واحد من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عمل نفسه بيطوف حوالين الكعبة. ما
ماذا يريد؟ يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فضالة ابن عمير. قال: نعم يا رسول الله، فضالة ابن عمير. قال: ما حدثتك نفسك؟ ربنا عز وجل ما يسيبش النبي صلى الله عليه وسلم كده على كل كبير وكل صغير، لأنه وعده بل والله يعصمك من الناس. يعني ربنا هيحميك من أقوالهم وأفعالهم وكل شيء. ولذلك لما نزلت هذه الآية كانوا يحرصوه، الصحابة كانوا يتحوطوا عليه كده. لما نزلت هذه الآية قال لهم: بس ما حدش تاني لا يحرصني ولا يفلت مصالح عشان خاطري، أنا خلاص بقيت حماية من هو أفضل منك، والله يعصمك من الناس. فهذا الرجل الذي كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تبارك وتعالى بما في صدره، فنظر في وجهه وقال له: يا فضالة. قال له: أنت فضالة؟ قال له: أنا فضالة بن عمير يا رسول الله. قال: ما حدثتك نفسك؟ إيه اللي بتقوله في سرك؟ قالوا: لا شيء. قالوا: ما بتقوليه؟ هي قلت مال؟ قالوا: بذكر الله. قالوا: استغفر الله يا فضالة. ووضع يده على يد النبي، وضع يده على صدر فضالة. فلما أن رفعها ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد فضالة، اللهم اهد فضالة. يقول فضالة: بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده من على صدره، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء في الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقابل المكر بالابتسامة. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجه الرجل الذي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفوز بأنه هو قتل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الحق تبارك وتعالى قال له: خد بالك ان ده يعمل ويسوي. فانظروا الى العفو، وانظروا الى السماحه، وانظروا الى الخير الذي يلقاه كل من يصفي صدره من ناحيه اخيه. والمولى عز وجل يقول: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. بين اخويكم. الأخ المؤمن أخو المؤمن. يعني الأخ اللي في أمريكا أخو المسلم اللي في الكلاعية. يعني المسلم اللي في أمريكا أخوك اللي هنا اللي في الكلاعية. ده أخوه. ما دام في الإسلام يعتبر أخوه. ما فيش فرق. إنما المؤمنون إخوة. ما قالش الناس ولا إنما المؤمنون كل من يدخل الإيمان عشان مصر. فلذلك نسأل المولى عز وجل أن يوفق بين الأخوين، أن يوفق بينهم، وأن يصلح بينهم، وأن يصفي أنفسهم وخواطرهم. سيدنا عمر بن الخطاب يتكلم ويقول عن نفسه: يحصل ببالي خاطر لو تحدثت به لحبط عني. الشيطان ما يقول لي كلام كثير، انما انا ما اقدرش انفذه. لو نفذته لحط عني الدين خالص، مش لحتى مسلم. شوف سيدنا عمر اللي الشيطان لما سيدنا عمر يكون ماشي في طريق الشيطان يسلك طريق اخر عن الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. يقول: يخطر بالي خاطر لو تحدثت به لحبط عملي. كل واحد فينا له خاطر، كل واحد فينا له خواطر، ولكن السعيد الذي يوفقه المولى عز وجل بأن يكظم غيظه وأن يصبر على الطاعة حتى تؤدى وعلى المعصية حتى تنتهي. في الختام نذكر أهل الخير، أهل الصلاح اللي ربنا قال فيهم: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، بينكم مجموعة فض المنازعات. بارك الله فيكم. يسهرون الليل مع النهار عشان يوصلوا لتوفيق بين أخوين.
جزاهم الله خير. كل ذلك في ميزان الحسنات، مفيش حاجه بتضيع، مفيش حد بيشتغل بلاش، الكل بياخد اجره. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نسال المولى عز وجل ان يجعل هذه الجلسه جلسه مباركه يتباهى بها المولى عز وجل بين ملائكته، وأن تكبل بالنجاح والفوز والفلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والمسلمين، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، إنه عليم قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذن اخواننا واهلنا مثل القرار اللي توصلت به اللجنه، وبارك الله في الطرفين، خطروا قرار كل واحد يقبله بصدر رحب، كل اللي نروح له يقول دول الدعم في فضاء، ونزغه من الشيطان حصلت لكل طرف نروح له نقول هذا الكلام. بس بدي حنبدا القرار اللي هي اللجنه توصلت ليه، هم الطرفين وافقوا عليه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: انما المؤمنون اخوه واصلحوا بين اخويكم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، القائل في حديثه الشريف: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قرارات اللجنه بموجب التفويض المؤرخ في 20/3/24، والذي خول بموجبه طرفي النزاع اللجنه بالتوصل لحل النزاع. انعقدت اللجنه بتاريخ 21/3/24، وبعد مشاورات اسفرت اللجنه على الاتي: اولا، يتم التنازل والتصالح على جميع القضايا بين الطرفين دون استثناء، وكل طرف يلجا الى محاميه لتفعيل ذلك وتنفيذه على وجه السرعه. ثانيا، قررت اللجنه على ان يكون ديوان العمده هو الديوان الجامع لاهل البلد جميعا لحضور طرفي النزاع بالديوان لاتمام التصالح النهائي بينهم. ثلاثه، قررت اللجنه على ان تتم قراءه الفاتحه بدون حساب نظرا لسلة القرابة والرحم والجوار بين أطراف النزاع، ونفتح الجميع صفحة جديدة وترك ما مضى في عالم النسيان. ثم بعد ذلك اتفقت اللجنة على زيارة الحاج عبد إبراهيم للإطمئنان على صحته، وزيارة يوسف أبو عطية وولد علي جابر للإطمئنان على صحته أيضا. رابعا، بعد إتمام التصالح بمشيئة الله تعالى، إذا حدث من أي طرف من أطراف احتكار للطرف الآخر أو توجيه شكل بالكلام المباشر أو بوسائل الهاتف أو عبر النت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للطرف الآخر، وثبت عليه ذلك بالأدلة إن وجدت أو بشهادة الشهود العدول، يكون الطرف المعتدي ملزم بالغرامة التي تقررها اللجنة وقدرها 1,000,000 جنيه قابلة للزيادة أو النقصان حسب ما تراه اللجنة جبرا لخاطر الطرف المعتدي عليه. خامسا، قررت اللجنة على أنه في حالة رفض أي طرف من أطراف الانصياع لقرارتها تكون اللجنة ضده ويتم تسليم الإثرات للطرف الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الإخوان الناس يكونوا مؤهلهم وصلت، إنما الأطراف يعني البركة منهم هم، كل الطرف يقول ولد عمه، ما فيش حد يتقاعس عن قال لا حد مش هصيله ولا ما هصيلش، كلهم الأطراف وافقوا على التصالح وهم فرحانين ومبسوطين. برضه استاذن اللجنه والعمده الحاج عبد الوهاب الجن، الحاج عبد الوهاب علي يوسف علي، محمود عطا، عبد الكريم جابر، حجاج عبد العاطي يوسف عطيف، والسيد عبيد ابراهيم، عبد الله محمد عبد السيد، محمود طه عبد السيد، حسن علي حسن، علي عليان حسن، فيصل عثمان، عشان خاطر نقرا الفاتحه عشان نروح خاطر نزول الجمعه. تفضل تعال هنا. تعال تعال
الفاتحة واقفين كلهم بعد اذنك. الفاتحة والناس واقف. اخواننا كده احنا صفحه جديده ومنه لله حسبنا الله ونعم الوكيل، لانه نقرا الفاتحه باخلاص ويستريح باخلاص، وبعد كده هو حر الواحد اللي حصلت اي مبادره زي ما قلنا واتفقنا قرار اللجنه ملزم للي يخطا ان شاء الله والفاتحه بالسماح والصبر. سلموا على بعض. سلم يا حبايبي. سلم يا حسن. سلم انا الاول. انا سلم يا حاج حسن. الله يبارك فيك. سلم يرجع لورا عشان سلمت على عبد الوهاب. وش يا حاج حسن والله لا تخش والله والله حمد ولا هو حمد ولا هو تعال هو يا حسن والله خالصة والله خالصة والله خالصة والله كل سنة وانتم طيبين. البركه فيكم جميعا يا اخوان. والله يبارككم جميعا وسعيكم دي يجعلها ان شاء الله ميزان حسناتكم عند ربنا. كلكم جهدتم ونشكركم جميعا والله والف شكر لكم جميعا والله ويجعلكم في الخير وفي المسرات، وعايزين باذن الله ربنا يكرمنا كلنا كده نزرع لعيالنا خير ونزرع لهم شجار وكلنا والله بنفس راضيه. يا راجل كل يقول ده لو انت عمي ده يقول ده وانت عمي، امال احنا اللي عايشين قاعد نروح لفوق احنا بنشكركم جميعا يقول ان ده وانت عمي المفروض تستغفر، ده يقول انت عمي المفروض يعني احنا اللي خلاص يا عم تصلحوا مع بعض. هو يا حاج مصطفى يا فاضل يا فاضل يا عمده والله وانت عم شبكه ما رفعش. ماشيين احنا على قضيه يا حجاج عبد المعين مطرح يوسف عبد الكمالين انت تعال جميل تعال مطرح يوسف Gracias.
محمود يا محمود الطه تعال يا علي عشان معي دكتور والله معي دكتور